كانوا واقفين مع بعض وفجأة سمعوا صوت حاجة وقعت جامد قوي. كلهم بصوا على مصدر الصوت واتصدموا لما لقوا معاذ وقع على الأرض. جريوا أسد وآسر بسرعة على معاذ. معاذ، معاذ مالك في ايه يا معاذ؟ كان مفيش تنفس والنبض ضعيف قوي. استغربوا من الوضع. حد يجي هنا بسرعة. قربوا الممرضات بسرعة وخدوا معاذ على جوه ومهاب دخل يكشف عليه. وكانوا أسد وآسر خايفين قوي عليه وعمالين يبصوا لبعض. ماله؟ مكان كويس، ايه اللي حصل له بس؟ مش عارف يا أسد في ايه، ربنا يسترها عليه. يا رب إن شاء الله خير. وكانوا على أعصابهم وخايفين ومش فاهمين ايه اللي حصل لمعاذ فجأة. وغاب مهاب جوه شوية وكان عمل له إشاعة لحد ما خرج مهاب بعد شوية وقرب منهم. في ايه يا جدو؟ معاذ ماله، هو كويس؟ حصل له نزيف داخلي في المعدة وهو ده السبب. ايه؟ طب هيكون كويس؟ اه ان شاء الله، انا هعمل كل حاجة في ايدي وهيكون كويس. ما تقلقوش يا شباب، صاحبكم هيكون كويس ان شاء الله. ان شاء الله. ورجع دخله مهاب. شفت اخرة العند ايه؟ قلت له يدخل يكشف ويشوف لو في حاجة معاه ولا لا، بس نقول ايه بقى، هو ما بيسمعش الكلام خالص. شوف مين بيتكلم، ما انت زيه يا اسد. هل انت دخلت كشفت؟ ولا انا حتى، ما احنا التلاتة شبه بعض. وقربت روز منهم. زي الشاطرين كده انتوا الاتنين هتدخلوا حد يكشف عليكم ونطمن عليكم. اديكوا شفتوا اللي حصل لصاحبكم. لا بس انا كويس. وانا كمان كويس. قلنا ايه؟ قال ايه بتتكلموا على العند؟ انتوا اعند منه اصلا يا اخويا انت وهو، يلا خلصوا. بس يا روز. اسد، آسر. امرك يا فندم، فورا هنعمل كده. ضحكت عليهم ودخلوا هما الاتنين والممرضين كشفوا عليهم علشان يشوفوا آسر وأسد. ودخلت عشق علشان تطمن بنفسها ان الاتنين كويسين وكان عندهم بعض الجروح البسيطة، وعشق عملت لهم الجروح بتاعتهم دي. الحمد لله مفيش حاجة خطيرة، كام جرح زي ما انت شايفه اهو. الحمد لله يا حبيبي. واطمنت روز ان هما بخير. وبعد شوية عند سما بدأت تستعيد وعيها وتفتح عينيها بضعف، وكانت الممرضة عندها بتشوف لها المحلول. وسما كانت مصدعة قوي. انا فين وايه اللي حصل؟ الحمد لله على سلامتك، ثواني بس. خرجت الممرضة وراحت لعشق. دكتورة عشق، البنت اللي في العناية فاقت. تمام. فرحوا كلهم ان هي فاقت وراحوا قربوا من العناية. استنوا هنا لحد ما اكشف على سما واشوف اخبارها. تمام. تمام ماشي. دخلت عشق وقربت من سما. عاملة ايه يا بطلة دلوقتي؟ الحمد لله كويسة. حاسة بأي حاجة؟ موجوعة شوية وصداع وظهري وجعني قوي. مكان الجرح هديلك حقنة مسكنة وهتكوني أحسن. حاسة بأي حاجة تانية طيب؟ لأ خالص. وعشق بدأت تلمس رجل سما. حاسة بإيدي؟ اه حاسة. بدأت تعملها شوية حاجات علشان تتأكد وكده. اه حاسة بكل حاجة. طيب الحمد لله. الحمد لله على سلامتك، انت بنت شجاعة وصحتك كويسة، وده ساعدك ان انت تعدي. الحمد لله. الحمد لله. خرجت عشق وقربت منهم وآسر كان على أعصابه. طمنيني يا دكتورة عشق، سما كويسة؟ الحمد لله كويسة، مفيش أي حاجة خطيرة الحمد لله. الحمد لله. ينفع أدخلها يا دكتورة عشق؟ تمام ينفع. بس عموما هي هتفضل في العناية النهاردة لحد ما أتأكد إن كل أمورها تمام، وعلى بكرة هنقلها أوضة عادية. خلي الممرضة تجهزك علشان تدخل لها. تمام ماشي. وقرب من روز. عندك مانع أدخل لها يا روز؟ لا يا حبيبي ما عنديش، حقك تدخل تطمن عليها، وبعدين هي خاطرت بحياتها علشانك. يسلم لي عقلك يا حبيبتي. وراح مع الممرضة تجهزه عشان يقدر يدخل العناية، وفعلا دخل لها. قرب منها وقعد قدامها. سما. سما كانت قافلة عينيها وأول ما سمعت صوته فتحت عينيها. آسر انت كويس؟ في حاجة حصلت فيك؟ لا يا سما الحمد لله كويس. انت كويسة؟ الحمد لله يا آسر كويسة. الحمد لله. انا خفت قوي يحصل لك حاجة يا سما، ما كنتش هقدر اسامح نفسي ان انا السبب. لا يا آسر ما تحطش الذنب دايما على نفسك في كل حاجة. انت مالكش ذنب في اي حاجة، وبعدين انا مش فارق معايا حياتي لاني ماليش حد، لكن انت ليك والحمد لله انك كويس. شكرا يا سما على كل اللي عملتيه. شكرا ليكي من كل قلبي بجد، انت شجاعة. ما عملتش حاجة تستاهل الشكر يا ياسر، عملت اللي اي حد كان مكاني هيعمله اكيد. لا يا روز، محدش بيضحي بنفسه عشان حد. قفلت عينيها بوجع. بس انا مش روز. واتضايق ان هو غلط في اسمها. انا اسف. كانت روز واقفة ورا الازاز وتبص عليهم، بصت سما ناحية روز وضحكت. اسف على ايه؟ هي فعلا تتحب يا اسف. ده انا اللحظات وانا واقفة قدامها وبتكلم معاها لما خلتني اصورها ارتحت لها، وقدرت تضحكني بخفة دمها، وحسيت ان انا لو عرفتها اني هحبها قوي كمان. ضحك وبص على روز اللي كانت واقفة. هي فعلا تتحب، هي انضف حاجة في الدنيا، حاجة نظيفة كده وسط الحياة الملوثة دي. ربنا يبارك لك فيها وتقوم لك بالسلامة. ان شاء الله. ارجع اقولك شكرا مرة تانية. مش عايزة شكرا يا ياسر. هسيبك ترتاحي. تمام. خرج آسر وهي قفلت عينيها وخدت نفس طويل قوي بحزن. وخرج آسر وقربت منه روز. كنت بتقولوا ايه عليا انتوا الاتنين يا استاذ آسر؟ بتقول انك تتحبي وانك جميلة ودمك خفيف، وانت قلت لها ايه؟
قلت لها دي دمها سم ويلطش هبوم، عايزه تتضرب قلمين يودوها اسكندريه وترجع تاني. نعم يا روحي. قلت لها انك انضف بنت في الدنيا كلها، انضف حاجه وسط الحياه الملوثه يا روز. فرحت من كلامه وبصت في الارض وهو ضحك عليها، بس كان قلقان وعايز يطمن على معاذ وقرب من اسد. مفيش اخبار تاني من جد مهاب يا اسد؟ لا لسه عنده يا ياسر. سما عامله ايه طيب؟ الحمد لله كويسه يا اسد، الحمد لله. وقرب مهاب. كويس ان احنا كشفنا نزيف التخيلي ده بدري، والا كان ممكن يحصل حاجه مش كويسه، وهو هيفضل هنا يومين نتابع عليه ونطمن. هو هيفضل هنا يومين نتابع وضعه ونطمن عليه، وان شاء الله يكون كويس ان شاء الله. شكرا ليك يا جد مهاب. على ايه يا ولاد، انا عملت شغلي. دخلوا ياسر واسد لمعاذ اللي كان لسه ما فاقش وبصوله. خفنا عليك يا جزمة علشان تعرف احنا بنحبك قد ايه. وحطوا ايدهم على ايده. الحمد لله انها عدت على خير، ما كناش هنقدر نستحمل لو حصل فيك حاجة. خرجوا من عنده وقربت منهم عشق. امشوا بقى، مفيش داعي تفضلوا، أسامة مفيش زيارة ليها غير بكرة لما تطلع من العناية ان شاء الله. وجودكم ملوش داعي وكلكم تعبانين. لا يا ماما انا هفضل هنا علشان معاذ وعلشان سما. يلا يا ياسر خد مراتك وامشوا. لا يا اسد هفضل معاك اطمن عليهم انا كمان. روز تعبت أوي النهارده من خوفها عليك، ما تنساش ان روز حامل. يلا امشوا وتعالوا بكره ان شاء الله. طيب يا اسد لو في اي حاجه قولي ورن عليا على طول. ماشي وهتلاقيني عندك. حاضر يا ياسر. كلهم مشوا وفضلوا اسد عشان يطمن على سما ومعاذ، وراح وقف قدام العناية وبص على سما من ورا الازاز. انا عارف انك لسه بتحبي ياسر، بس اتمنى ما تكونيش الطرف التالت المؤذي في العلاقه يا سما، وتحاولي تخربي علاقه ياسر وروز. اتمنى ان يكون حبك غير مؤذي، وانك تكوني مرتاحه طالما شايفه حبيبك مبسوط حتى لو مع غيرك. وكلهم رجعوا على القصر، وآسر وروز رجعوا على الفيلا وطلعوا غيروا هدومهم، ونزل آسر جاب لروز أكل وفواكه وعصير برتقان وقرب منها. عارف انك اكيد ما اكلتش اي حاجه لانك كنت خايفه عليا يا روز، وعلشان كده لازم تاكلي دلوقتي علشانك وعلشان اللي في بطنك. حاضر يا حبيبي. وراح بدأ ياكل فيها. لا يا حبيبي انت تعبت النهارده. بالعكس انا مرتاح قوي كده يا رورو. وفضل ياكل فيها. كل انت كمان، انت تعبت قوي النهارده وكان يوم صعب عليكم. وبدأت تأكله وهو كان مبسوط وسرحان فيها ومركز مع جمالها، وكانت مبسوطة بنظراته وحبه اللي ظاهر في عينه. خلصوا الأكل وراح قرب منها وخدها في حضنه. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، انت كنتي معايا حتى وانا في المهمة، وانت ما فرقتش بالي ولا خيالي لحظة واحدة يا آسر. كنت خايفة أوي لا يحصل لك حاجة، ما كنتش هقدر أعيش خالص يا آسر. حياتي معاك ومن غيرك لا يمكن أعيش. انا كويس وما كنتش هقدر اسيبك ابدا وامشي اصلا. وكانوا مطمنين ان هما في حضن بعض وناموا. وفضل اسد في المستشفى بيروح يبص على معاذ شويه ويروح يبص على سما شويه، وكان قاعد وهو سرحان وعمال يفكر في اللي جاي من حياته. ويا ترى يا قلبي انت كمان هتلاقي حبك ولا هتفضل كده سنجل بائس؟ بس انا اصلا مش متخيل ان انا ممكن احب الصراحه. مش عارف هتقدر ست تخطف قلبي ولا لا. محدش هيقدر يخطف قلب الاسد. وقعد يضحك وفضل سرحان كده وهو عمال يضحك، وعيشة قربت من ابنها وقعدت جنبه. انت كويس يا حبيبي؟ اه يا ماما الحمد لله كويس. هو ما تخافيش يا ست الكل، ابنك قوي ليكي ولابوه. ومسك ايد امه وبسها. ربنا يخليكي ليا انت وبابا واسيل وليلى ويزن ومهاب يا رب. يا رب يا حبيبي، ويحفظك من كل شر يا ابن بطني. قولي كنت بتفكر في ايه؟ فرح امك بتحب ولا حاجه؟ حب ايه يا ماما؟ لا ابنك لسه قلبه بشحمه ولحمه، لسه محبش خالص. طب يا عم شحم ولحمه يفضل قلبك بكرتونته كده لحد ما تيجي اللي تفتح الكرتونه بقى يا ست الكل. ما هو انت حاول افتحها شويه علشان تقدر واحده تدخل فيها يا استاذ. مش انا اللي هقولك الكلام ده يا ماما، بس اكيد لما تيجي البنت اللي تبقى فتاة احلامي وقتها قلبي هيتفتح لها من غير مجهود اصلا. هتلاقيني بحبها. عندك حق يا حبيبي، ربنا يرزقك ببنت جميله زيك تكون عوضك في الدنيا ان شاء الله يا حبيبتي. ما مشتيش ليه؟ لا انا هفضل معاك. بس يا ست الكل. وقرب زينو كان بيجيب لهم حاجات من تحت وحاجه يشربوها. خدي يا حبيبتي كل ده. تسلم ايدك يا حبيبي. خدي يا اسد. شكرا يا بابا. قعد زين جنب عشق وبدأوا ياكلوا سوا، وهم بعد كل السنين دي كلها لسه عشقهم لبعض زي ما هو. واسد كان عمال يبص لهم وهو مبسوط بحب امه وابوه لبعض. رغم كل السنين دي كان بيدعي ان هو يقابل البنت اللي يحبها بالشكل ده ويفضل يحبها على طول. ومر اليوم عليهم بشكل طبيعي وعادي من غير اي احداث تانية. وتاني يوم صحي روز وآسر وقاموا جهزوا نفسهم علشان يروحوا على المستشفى. جهزوا وراحوا على المستشفى ودخلوا سما اللي كانت اتنقلت اوضه عاديه. عامله ايه دلوقتي يا سما؟ الحمد لله كويسه يا روز، وانتي اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه. شكرا على اللي عملتيه مع آسر. انتي ما تعرفيش لو آسر حصل له حاجه انا كان ممكن يحصل فيا ايه. عارفه طبعا. وبعدين انا ما عملتش حاجه يا روز، صدقيني دي حاجه عاديه. شكرا ليكي على كل حاجه برضو. طيب يا ستي. الحمد لله على سلامتك يا سما. الله يسلمك يا آسر. هنروح نطمن على معاذ. ايه ماله معاذ؟ هو كمان في حاجه ولا ايه يا آسر؟ حصل له نزيف داخلي. طب هو كويس؟ الدكتور مهاب طمنا، بس لسه هروح اشوف اذا كان فاق ولا لا. طيب شوف وطمني يا ياسر. ماشي يا سما.
وخرجوا عشان يروحوا الأوضة بتاعت معاذ اللي كان فايق. ايه يا جماعة الهزار البايخ ده؟ أنا نايم على السرير ده من امبارح. انت يا زفت انت وهو مش عارفين ان انا ما بحبش المستشفيات؟ أسد وياسر قربوا منه وحضنوه. انت كويس؟ ايه الدراما دي؟ قلبتوا دراما كوين ولا ايه؟ كويس يا اخويا انت وهو. ومن امتى عندكم دم وبتحسوا كده؟ احنا فعلا خفنا عليك يا جحش. اه واضح الخوف، بس انا كويس يا شباب الحمد لله. الحمد لله، عارفين انك سبع كده كده. الحمد لله، بس ما كنتش اعرف اني غالي عليكم قوي كده. علشان تعرف يا جبلة. عرفت يا اخواتي. وكانوا مبسوطين ان هو بقى كويس وفضلوا جنبه، وكان هو وسما هيطلعوا من المستشفى بكره عشان يكونوا تحت الملاحظة. نعم، عايزين نفضل هنا لبكره؟ بتهزروا صح؟ بس يا معاذ انت لازم تفضل هنا وبلاش رخامه ماشي، عشان صحتك يا ابني. صحتي بومب قوي لكن ما افضلش هنا انا. علشان خاطرنا افضل وبلاش رخامه، لازم تفضل هنا. يو لا. بلاش عند. قلت لا. هتفضل هنا يعني هتفضل، والا هنكتفك. ايه الظلم ده؟ طيب يا اخرة صبري. طيب يا اسد روح انت. انت هنا من امبارح وانا هفضل معاهم. لا يا ياسر انا كويس. يلا روح ارتاح وتعالى بالليل طيب. ماشي، عايزين مني حاجه؟ سلامتك. مشي اسد علشان يروح ياخد شاور وينام له شويه. وفعلا راح على القصر خد شاور وطلع ينام علشان يروح لهم بالليل. وفعلا عمل كده وراح بالليل، ومشي ياسر وهو فضل معاهم ومر اليوم عليهم بشكل طبيعي وعادي ومن غير اي احداث تانية. وتاني يوم كانوا خلاص معاذ وسما خارجين من المستشفى وكتب لهم اذن خروج، وفي العربيات روز وياسر خدوا سما يروحوها واسد خد معاذ يروحوا. وصلوا عند بيت سما وطلعوا بسما على فوق ودخلوها. احسن دلوقتي؟ اه الحمد لله. انا جبت الممرضة دي هتفضل معاك يا سما عشان نكون مطمنين. ما كانش في داعي يا ياسر اصلا. لا طبعا، ازاي انت لوحدك؟ لو محتاجة اي حاجة يا سما كلميني. طيب يا روز شكرا ليكم. على ايه؟ على ايه، شكرا انت يا سما. جابوا لسما العلاج، واسر بعت البواب يجيب لسما اكل كتير وفواكه وملالها التلاجة. وبعد كده مشوا روز واسر وراحوا على الفيلا وعند اهل معاذ. دخل اسد معاه. شكرا يا استاذ اسد، تعبتك معايا. ما تقولش كده يا استاذ، اي نعم مطلع عيني لكن انت صاحبي واخويا يا ابني. عارف يا صاحبي. وطلع معاذ على فوق وقال لاهله على العلاج بتاعه وبيتاخد كل قد ايه. ومشي اسد بعد ما اطمن عليه. وبعد مرور اسبوع كانت كل حاجه كويسه، ومعاذ وسما كانوا كويسين قوي واتحسنوا. وعند سما الباب خبط، ولما راحت فتحت لقيت على الباب